السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحشاش عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا قرب مقال سيد عبد الحفيظ ووائل جمعة عن خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد وقرار عاجل من الخطيب. قبل ما نبدأ حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. كشف السيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي أن خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد بفعل فاعل، والفاعل معروف تماما وتعرفه إدارة الأهلي وهو السويسري مارسيل كولر. وقال عبد الحفيظ مع إبراهيم فايق أن كولر يتعالى على الكرة والفريق، وهذا حذرنا منه لأن ما فعله في مباراة اليوم صعب للغاية، مؤكدا أن من يقول أن مروان عطية أفضل رقم 6 في مصر يكون خارج التشكيل تماما، هذا أمر غير منطقي للغاية. وأكد عبد الحفيظ أن الأهلي وكولر ترك مساحات غير طبيعية في الملعب للاعبي شباب بلوزداد، وفشل كولر في التعامل معها، وكانت النتيجة خسارة الأهلي. وأكد عبد الحفيظ أن الأهلي يحتاج إلى عدة صفقات، لكن قبل الصفقات على الخطيب أن يجلس مع كولر أولا لفض الاشتباك، وأن يكون قرار الخطيب الأول والعاجل هو رحيل كولر قبل أن تتفاقم الأمور. كشف وائل جمعة نجم الأهلي السابق أن الأهلي حقق نتيجة هي الأسوأ في تاريخه رغم خسارته بهدف واحد خارج أرضه، لكنها نتيجة تعتبر تاريخية لفريق مثل شباب بلوزداد ولم يتوقعها أحد، حتى لو كان الأهلي فاز بنصف دستة أهداف في مباراة الذهاب. يرى وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق أن فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي لم يظهر بالصورة المطلوبة خلال لقاء شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا. وقال وائل جمعة خلال تواجده بالاستوديو التحليلي عبر شاشة بي إن سبورتس: محمد الشناوي يسأل عن هدف شباب بلوزداد الوحيد بنسبة 50 أو 60%، وأضاف أحمد نبيل كوكا يسأل عن الهدف فضل واقف وحاطط إيده ورا ظهره كالمتفرج، وخالد عبد الفتاح كان السبب الأول في الهدف واللي عمله مش من أساسيات الكرة على الإطلاق. وقال وائل جمعة أن الأهلي أدى شوط تاني مثير للغاية ويستحق الفوز، لكن لم يحققها لسبب مثير، مشيرا إلى أن الأهلي يحتاج إلى وقفة مهمة مع النفس لأن هناك أخطاء، وطالب الخطيب أن يتمسك بوجود إمام عاشور وألا يرحل، لكن يتم توجيه النصح له، وعليه أن يراجع أمر كهرباء لأنه يمتلك حلولا كثيرة، مشيرا إلى أن الأهلي كان سيء على جميع المستويات خلال الشوط الأول من مواجهة شباب بلوزداد ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. وأشار وائل جمعة عبر بي إن سبورتس إلى أن الأهلي ظهر بمستوى غير مقبول على مستوى الضغط على لاعبي بلوزداد والتأخر في بناء الهجمة وغياب الروح. ويرى وائل جمعة نجم الأهلي السابق أن قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة باستبعاد مروان عطية من قائمة المباراة خطأ كبير يجب أن يحاسب عليه، وهو من يتحمل مسؤولية الهزيمة، مشيرا
إلى أن الخطيب أنهى صفقة جيدة، وتبقى أهم صفقة في الأهلي وهي التعاقد مع مدرب عالمي ورحيل كولر بأي ثمن. قرار عاجل من الخطيب بعد الهزيمة من شباب بلوزداد. وماذا قال لكولر عقب المباراة؟ عبر مصدر مسؤول بالأهلي عن غضب محمود الخطيب رئيس النادي من هزيمة الأهلي أمام شباب بلوزداد لأول مرة في تاريخه، وأن سر غضب الخطيب هو سوء الأداء أكثر من النتيجة. وكشف المصدر أن الخطيب تحدث تليفونيا مع محمد رمضان المشرف على الكرة بالأهلي ومارسيل كولر المدير الفني، وأبلغهم حزنه الشديد، وأنه طلب من كولر ورمضان تقرير مفصل عن رحلة الفريق للجزائر، وأنه سيقوم بدعم الفريق بصفقات جديدة. وجدد الخطيب الثقة بالسويسري كولر، وسيطرت حالة من الغضب على لاعبي النادي الأهلي عقب الهزيمة أمام شباب بلوزداد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم على ملعب 5 جويلية بالجزائر. وعقب انتهاء مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري ظهر على اللاعبين صدمة كبيرة بسبب الهزيمة أمام الفريق الجزائري في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، خاصة أن الأحمر يحتاج إلى الانتصار في مباراتين خلال الجولتين المقبلتين. وتلقى النادي الأهلي الهزيمة أمام شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدف نظيف، وجاء الهدف عن طريق خطأ من جانب محمد الشناوي ودفاعات الفريق، لتكون الهزيمة الأولى للمارد الأحمر في المجموعة من أصل 4 مباريات خاضها الفريق خلال اللقاء. ويتصدر النادي الأهلي جدول دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بالانتصار في مباراتين والتعادل في مباراة وحيدة والهزيمة في هذا اللقاء الوحيد. قبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحجاج عاشق الكيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.